السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة. النهاردة هنتكلم عن أكل للأغنام ببلاش بنسبة 100%. يعني ما بتدفعش فيه فلوس ولا جنيه ولا قرش بتدفعوا فيه. أكل مجانا للأغنام. طبعا هو اللي انتوا شايفينه قدامكم في الفيديو ده اسمه عندنا هنا في مصر، وممكن بيختلف الاسم من مكان لمكان. اسمه علف الفيل او حشيشة الفيل. دي شكلها هي تدي شبه البوص او شوية شبه البوص، ولكن هي مش بوص يعني، هي حاجة تانية. ده الشكل بتاعها، بتطلع على كسور الارض الزراعية وبيتم زراعتها، يعني بتاخد منها شتلات كده وبتشتلها في اماكن تانية، بتطلع وبتخضر على طول. يبقى فيها برضو عقل زي نظام البوص. لو انت واخد بالك معايا، ادي عقلة بتاخد العقل دي، تقطع عقل وبتشتلها في اماكن تانية على كسور الاراضي الزراعية، زي ما انتوا شايفين هناك على امتداد الجسر. فيه منها، في هناك برضو بعيد مزروع على الجسور، وفي طبعا منها بيتحش وبتطلع تاني زي ما انتوا شايفين. تبدأ تحشها كده من تحت زي ده، نعمل عليه زوم كده، وبتطلع تاني، بترجع تخضر تاني وتطلع. وده الشكل بتاعها بعد الحش. طبعا ممكن تطول عن كده، طول ما انت بتسيبها بتطول توصل لارتفاع كبير جدا يعني. ده شكلها وهي محشوشة، ودي شكلها وهي لسه بتطلع تاني بعد ما اتحشت. يعني ده اتحش قبل كده وطالع تاني، بيبدأ يطلع زي اللي هناك اللي انت شايفه ده. هحش منه شوية واوديها للأغنام، وهتشوف الأغنام بتقبل عليه ازاي وبتاكله ازاي. تابعوا معايا الفيديو اما نشوف واحنا بنقدمها للأغنام. طبعا الاسم بيختلف من مكان لمكان، يعني ممكن يكون في دولة تانية موجودة عندك بس باسم تاني. طبعا ده علفة الفيل او حشيشة الفيل زي ما بيسموها. بعد ما جبناها والأغنام بتاكل منها. الأغنام كان قدامهم برسيم، كانوا بياكلوا برسيم، جروا عليها، يعني جروا عليها وكلوا منها وسابوا البرسيم، رغم ان البرسيم معروف اللي هو من النباتات المحببة جدا للحيوانات عامة يعني. دي شكل علفة الفيل زي ما انتم شايفين. مش عارف ابعد الكاميرا شوية. دي شكلها لو اما بتطول، وزي ما انتم شايفين فيها ايه، عقل بتتقطع وبتتغرز. وطبعا هي كثيفة النمو، يعني ممكن واحدة من دي تطلع حواليها 10، بتخلف او بتتكاثر سريعة الخلفة او التكاثر، من نباتات اللي هي سريعة الخلفة او التكاثر. تقدر تاخد منها تزرعها عندك، لو بتربى على سطح تزرعها في مكان وبتكتر وبتنمو، او على كسور ارض، او لو عندك ارض على كسورها، يعني ما بتاخدش مساحة من الارض الزراعية، بتزرع على الجسور وكده. بتطول، بتوصل لاطوال رهيبة، ممكن توصل ل 2 3 متر. بس اما بتوصل للطول ده اللي انت شايفه ده، الاغنام بتاكل الورق بتاعها بس، ما بتاكلش ال 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 العود يعني نفسه. انما في الطول القصير ده، اللي زي ده كده، اللي زي ده، اللي زي ده، بتاكل العود والورقه، بالورق والعود، عشان العود لسه اخضر بيبقى طرى عليهم. زي ما انتم شايفين بتاكل. ودي وجبه مكمله كمان مع البرسيم، تعتبر ماده مالئه، علفه خضراء كويسه، ماده مالئه كويسه ومحببه للاغنام. كده اتمنى الفيديو يكون عجبكم. طبعا اتمنى ان انتوا تكتبوا لي اسمها عندكم، اللي يتعرف عليها في بلد اخرى او في منطقة تانية في مصر برضو يكتب لنا اسمها، نعرف الاسم بتاعها. هل هي نفس الاسم علف الفيل او حشيشة الفيل عندكم، ولا اسم تاني؟ اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة،
وتابعوا معانا ان شاء الله كل جديد. اي استفسار اكتبوا لي في تعليق وانا هرد عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.